السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون بزاف طلبوا مني باش ندير فيديو على صوفيا لان راهي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وراهي زاد تنقلت للقنوات التلفزيونيه وزاد وصلت لديزاد نيوز. كي نقول لكم ديزاد نيوز على بالكم وين راني رايح. دوك نعطي لكم بعض الحقائق. انا هنا ما رانيش راح ندافع على صوفيا، وقلت بعثت لشنوا قلت له قل لها تشد كيما نقولوا تشد فمها يعني شويه، ولكن دوك نفسر لكم بعض الامور واحد النقاط. قالوا لي رايي، دوك نعطي لكم رايي لان انا على بالي بامور اللي واحد بالك ما على بالو. كاين صحافه وديزاد نيوز على بالهم بهذا الامر. ديزاد نيوز انا جيت على جالك الفيديو هذا، والله لو كان ما هضرتوش انتوما والله ما ندير الفيديو هذا، لان رانا في وقت لاكوب دافريك وما راناش حابين نديروا الضجه. لان دوك نفهمكم بزاف، صوفيا هذه قريبه بالماضي وقريبه للاعبين، وكي دير لها الضجه كيما هذه وخدموا بالضجه هذه باش يضربوا الاستقرار باش صوفيا هذه قريبه للاعبين يا خوتي، تعرفهم كاع قريبه لهم بالبزاف وقريبه بالماضي. ضربوا المنتخب صوفيا. دوك نفهمكم الموضوع، نعطي لكم واحد النقاط ونعطي لكم واحد الحقائق. حقائق رفعوا عليها دعوه قضائيه في الجزائر قبل ما تروح للكوت ديفوار، باش هكذايا تفهموا معايا وين راني رايح. اسمع هنايا في الحياه واش هضروا، جابوا نص من الحقيقه. اسمع ومن بعد نجيكم لديزاد نيوز. بكوت ديفوار، والمقارنة لم تعجب الكثير من الإيفواريين، والسلطات الإيفوارية قررت طرد أو إجلاء هذه المناصرة الجزائرية من الأراضي الإيفوارية وإخراجها من التراب الإيفواري. تفضل أستاذ زكريا. شكرا، تحية لكم. في صور يعني في صور. نعم سيدي الكريم، فيه مثل يقول يا ناطح الجبل برأسه اشفق على رأسك لا على الجبل. هناك مرتزقة من الجزائر، من غير الجزائر، يعني مأجورين ليفسدوا عرس كروي في ساحل العاج، وما قالت وما أفادت به هذه المناصرة اعتبره لا حدث، لأننا ننزل بالمستوى. راك سمعت؟ لا حدث، وكبروها وصلوها. شكون وصلوها؟ وصلوها الجزائريين عند الايفواريين وترجموا لهم. هذه هي النقطة، ماشي النقطة غلطت صوفيا أو ما غلطت صوفيا. شكون اللي دالهم؟ شكون اللي دال اللايف تاع صوفيا وراح ترجموا للايفواريين وحرش عليها الايفواريين اللي هذا اللي راهو رافع دعوة قضائية جزائري، راهو رافع دعوة قضائية ضد صوفيا. دوك نوصلكم ودوك نقول لكم شكون هو. إلى يعني امرأة يعني عندها نقول صاحبة يوتيوبرز، يعني لابد في السياسة نكون شوية يعني محترفين، سواء في ساحل العاج وفي الجزائر وفي مناطق أخرى. هم مستأجرين، يعني مستأجرين من قوى عدوة، من نقول قوى خفية، ممكن جدا تكون من الجار من المغرب أو من الإمارات أو من جهة أخرى. احنا ما نود هو إنجاح هذا العرس الكروي وأن يكون فيه. هنا إذا كان يقصد على صوفيا، صوفيا تضل تصب كما نقولوا في المخزن، تضل تصب يوميا الفيديو تاعها كاع. شوف دوك نوضح لكم الامور. كي يقول لكم ديزاد نيوز تفهموا شكون وراء ديزاد نيوز. حفيظ دراجي هو اللي راهو رافع دعوه قضائيه ضد صوفيا، ودوك نوضح لكم الامور بعد ما نخليكم. وراء القضيه هذه تاع التفجير، القضيه هذه هو وراءها حفيظ دراجي. وحفيظ دراجي الصومبيتي مع المخزن، والصومبيتي ضد بالماضي، والصومبيتي ضد المنتخب الوطني. ونعطي لكم بالدليل. اسمعوا معايا ديزاد نيوز واش تهضر ونعطي لكم التفاصيل كامل، باش ما رانيش ندافع على صوفيا، راني نعطي لكم شكون اللي فجر القضيه هذه. لان اللي فجر القضيه هذه هو جزائري. هذا اللي فجر القضيه هو اللي راهو داير الضجه اكثر من اللي دارتها صوفيا. دوك نعطي لكم التفاصيل. اسمع ديزاد نيوز واش حفيظ دراجي. يا اخي حفيظ دراجي تاعكم، حفيظ دراجي تاعك، ديزاد نيوز تاعك، ديزاد نيوز وزاير توب تاعك. اروحوا تسمعوا زاير توب باش حفيظ دراجي رافع دعوة قضائية على صوفيا لأنها سباتو كي كان يطاكي في جمال بالماضي والمنتخب الوطني وإرحال جمال بالماضي واستقالة جمال بالماضي. صوفيا سباتو رفع عليها دعوة قضائية حفيظ دراجي مؤخرا. وكي هبطت البلاد صوفيا قالت لهم نحضر للشرع مور الكوت ديفوار، ودار لها القضية هذه حفيظ دراجي. تبع في لي لايف تاعها، دار لها القضية تاعها باش يشوهها أمام الدولة الجزائرية باش يربحها في الشرع. دوك تشوفوا ديزاد نيوز واش تقول. اسمع ديزاد نيوز ولا تزاير توب هادو كيف. اسمع صوفيا
البلوغر صوفيا بالمان صاحبة تصريحات العنصرية ضد كوديفوار لا تمثل الجزائر ولا الشعب الجزائري بألفاظها القبيحة والمشينة، والتي استفزت من خلالها الشعب الإيفواري الصديق، ومنحت الفرصة للذباب المخزنية لكي يستغلها بطريقة. شكون اللي منح الفرصه؟ هي منحت الفرصه للذباب المخزني، هي من بكري وهي تسب، جامي دارت ضجه كيما اللي راهي دايرتها دركا. نتوما حفيظ الراجل اللي يمد الطعم للمخزن وتخدموا مع المخزن نتوما ارواح باش تضربوا استقرار المنتخب الوطني الجزائري. دائما وقلتها لكم كاين ايادي تخدم مع المخزن، وقالها شكون قالها؟ قالها تبون، تفاهوا لها تبون نهار ما جبت لكم قال لك كاين جزائريين عندهم يد خارجيه مع هاك، قال لك باش يضربوا الاستقرار تاع المنتخب الوطني الجزائريين. تبون قالها كاين جزائريين وتشفاو على الفيديو نورمالمون. كمل اسمعوا ان شاء الله ويهضر. ومسيئة للجزائر اليوتيوبر صوفيا. شوف مسيئة للجزائر باش يلصقوا لها تهمه باش حفيظ دراجي يربحها باللي هذه دائما تسب وراهي وسخت السمعه تاعنا عند الكود ديفواريين، عند الايفواريين وسخت السمعه تاعنا والسلطات حوزتها باش يقدر يربحها في الشرع، لان ما يقدرش يربحها في الشرع حفيظ دراجي. انا نقولها لك باللي ما يقدرش يربحها في الشرع، لان صوفيا بن لمان هذه كي دافعت على بالماضي سبت الدراجي. واش تتهمها انت حفيظ دراجي؟ واش تتهم صوفيا بن لمان في الشرع؟ واش راح تقول لهم سبتنا؟ تجيب لك اتهامات مع المحامي تاعها، تجيب لك اتهامات. انت تتهم بالماضي بالعصابه، انت تتهم بالماضي باللي كيما نقولوا يدير كيما نقولوا يعين رؤساء الاتحاديه عصابه. انت اتهمت بالماضي بهذا الشيء، انت اتهمت الاتحاديه بالفساد، اتهمت دوله، اتهمت رؤساء الوزراء الاولين قبل ما يجي الوزير اللي راهو تابع لكم. الوزراء الاولانيين ما خليتوا لهم، انتم شوهتوا سمعه الجزائر. تقدر تغلبك في الشرع بهذه، تقول لهم انا مواطنه ونسمع فيه يسب في بلادي ويهضر في بلادي ويعطي طعمه للمخزن، المخزن كاع يتبعوا في الباجه تاعو يهضر على بلادي بهذا السوء هذايا. عصابات وقرعه، ما عندناش لوتيل، ما عندناش باش نكروا للمنتخب وسرقه الاموال وكذا. شوهت سمعه الجزائر نتاع حفيظ دراجي. ما تربحهاش الشرع، بصح حبيت تدخل لها قضيه باش تربحها في الشرع. اروحوا تسمعوا شكون دي زاد نيوز ولا الجزائر توب هذوما اللي تابعه لحفيظ دراجي واش تهضر. سافرت الى كوديفوار بمحض ارادتها، ويبدو انها لم تجد من فكره مثيره تحقق لها مشاهدات كثيره. هي عمرها ما حوست على المشاهدات، هي دير لايف وترمي، دير لايف تضل تسب في المخزن، تضل تسب في المخزن اللي لايف تاعها كاع المخزن، ما تحوش كاع المشاهدات. يعني راك تلصق في التهمه تاع راك تهضر باش تهضر باش تعاون الدراجي، لان الدراجي هو اللي قال لك روح اضرب راني جاي. محاوله خلق فتنه بين الجزائريين والايفواريين الاشقاء، ولا شفت لصقوا لها تهمه باللي راهي تخلق في الفتنه. اسمع وانتم دوك نجيب لكم انتم واش هضرتوا على افريقيا، زعما هي هضرت على افريقيا، انتم صافيين تحبوا افريقيا انتم. نجيب لكم دي زاد نيوز، نجيب لكم الصحافه الجزائريه اللي بلاطو كنتوا تسبوا في الافارقه ولا لا كنتوا تقولوا افريقيا يمدوا لهم كاس افريقيا ما عندهمش مين باش ياكلوا الطريطوار ما عندهمش. هذا واش قالتوا هي نورمال. سوابق من قبله في سفرياتها الى بلدان سوابق، يعني حب يدخلها تهمه باش يكبر القضيه باش يربحها حافظ دراجي. افريقيه خاوتي ما رانيش ندافع عليها، رانا نعطي لكم امور ومعلومات ما على بالكمش بها انتم، راني نعطيها لكم في هذا الفيديو حقيقه. الموضوع ما كنتش كاع حايب نهضر عليه. اطلاق فيديوهات شعبويه بدون مراعاه عواقبها. الجزائر بكبرها وقوتها تحترم جميع الدول والشعوب، وخاصة التي تربطنا بها صلة وثيقة كالدين والجغرافيا والتاريخ. الشعب الجزائري شعب كريم وليس ناكرا للجميع، يقدر كثير من الشعب الإيفواري المضياف الذي فتح. اروح نهضر معاك واسمك. شوفوا خاوتي، هذه قضيه بينها وبين حفيظ دراجي، غير كيما قبل ما تروح لكوت ديفوار رحت للجزائر لقات باللي عندها شرع مع حفيظ دراجي، رفع عليها دعوه قضائيه حفيظ دراجي. ارتبطت رحت للكوت ديفوار، ما كانش ايفواري يفهم الجزائريه، ما كانش الايفواري يفهم الجزائريه. هي غلطت، قالتها بنيتها ولكن غلطت. كي وصلت للكوت ديفوار دارت لايف قالت لكم يا ولدي حمدوا ربي بلادنا شابه وبلادنا كذا. قالت لك باللي كي تشوف لهنايا تقول راك في العصر الحجري. هذه نجيب لك انا دي يوتيوبر اللي يديروا لي فلوغ وكذا ومنا ويزوروا البلدان يقول لك هذه بلاد فقيره هذه كذا. راك شايف كاين لي روبورتاج صحفيين دي روبورتاج لي زاميريكان لي زونغلي لي زالمو يروحوا للبلدان ويقول لك ما عندهمش واش ياكلوا، فقراء
تقول راك في العصر الحجري. كلام ما يعني كلام عادي جدا. قالوه دي يوتيوبر وما حوزوهم، ما كبروا الحاله ما والو. دي يوتيوبر دي فلوغر يروحوا يزوروا بلدان، يقول لك هذه البلاد فقيره، هذه البلاد كذا، هذه البلاد فيها باريزومبل كذا، يبدا يقول لك الامور السلبيه تاع البلاد هذيك. يعني نتوما في لي بلاطو كنتوا تقولوا باللي افريقيا لاعينه، انتوا العناوين تاعكم في لي بلاطو افريقيا لاعينه، ما كنتوش ديروا الفتنه، ما كنتوش تسبوا في افريقيا. صب دوكا وليتوا زعما افريقيا، نتوما كنتوا تسبوا في افريقيا. الفيديو تاع جمال بلماضي اللي كان راكب في الكار والتراب طالع، الجزائريين كاع بداو يضحكوا. روحوا شوفوا التعليقات. هي واش قالت؟ ما قالتش كيما قالوا كاع الجزائريين. قال لك كيفاش هذه بلاد يعطوا لها في التعليقات، كيفاش هذه بلاد يعطوا لها تنظيم كاس افريقيا لي بيس ما عندهاش. قالت حقيقه نورمالمون ما تقولهاش، وقلت للشنوا قول لها تزيد تشد فمها، ما تزيدش تهضر. بصح هذه الامر هذا ما كاش اللي يعرف، ما كاش اللي يفهم. صوفيا ما راهيش معروفه في الكوت ديفوار، ماهيش معروفه انترناسيونال. يا ابن عمي تبعوها شويه في الفيسبوك، عندها شحال عندها تدير لايف بالك تجيب 500 من بنادم يشوفها في الفيسبوك. سبحان الله. شكون اللي وصلها الاودواري؟ شكون اللي يفهم الجزائريه وصلها الايفوار؟ حافظ دراجي. حافظ دراجي هو اللي دار الفتنه هذه كامل. حافظ دراجي هو اللي كبر الحكايه هذه، وليا قنوات التلفزيون على بالي باللي راكم تتبعوا هذا الفيديو. سقسوا اذا حافظ دراجي راهو رافع دعوه قضائيه ضد صوفيا. على بالكم بها، اللي على باله على باله، واللي ما على بالوش ما على بالوش. حافظ دراجي رفع دعوى قضائيه ضد صوفيا لاثباته كانت تدافع على جمال بلماضي. حافظ دراجي يصطاد عصفورين بحجر واحد. واش هي؟ انه يضرب صوفيا، يوسخ لها السمعه تاعها باش يقدر يربحها في الشرع. شوفوا راهي دار الضجه، هو راه يكبر في الضجه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يضرب استقرار المنتخب باش ما يخموش، لان الطفله هذه اللاعبين كاع يعرفوها. بلماضي يعرفها، يعني يعرفها بلماضي يعرفها. دائما معاهم، دائما مناصره كما نقولوا الاولانيه، تحبها تكرهها. هي المناصره الاولانيه اللي تروح لكاع البلدان، وين تروح معاها دائما. ما كانش ماتش ما تلقاهاش مع جمال بلماضي. فهنا يضرب الاستقرار ويضرب صوفيا. هذه هي القضيه. تقول لي راك معاها تدافع عليها، ما رانيش ندافع عليها. غلطت صوفيا، غلطت كي هضرت نورمالمون تشد فمها شويه. بصح القضيه طرطقها الدراجي، ما كانش. قالت كلام نورمال، قالت كلام تقال في لي بلاطو تاعنا يا ناس. يوتيوبره، هذه يوتيوبره والو، عندها غادي نقول 500 مشاهده في الفيسبوك، دير ضجه وقنوات في بلاطوات تلفزيونيه يسبوا في افريقيا، يسبوا في موتيبي، يسبوا في افريقيا، يسبوا افريقيا اللاعينه، افريقيا ما عندهمش واش ياكلوا، افريقيا البنيه التحتيه رايبه، حنا احسن بلد في العالم. ما قلتوا انتوما في لي بلاطو قلتوها. كي تقولها يوتيوبر زعما فتنه ودار ضجه، انتو قلتوها. دي زاد نيوز انتو قلتوها الوطنيه، انتو كنتوا تقولوها. نجيب لكم الحصص تاعكم. هاي ديك النقطه باللي قضيه ما فيها والو. حافظ دراجي بوم طرطقها باش ينتقم من صوفيا كي دافعت على جمال بلماضي ويربحها في الشرع، ومنها يزيد يضرب استقرار المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي الحكايه. تحب صوفيا تكرهها، انا جيت عطيت لك الحقيقه. تقول لي صوفيا غلطه، نقول لك وي صوفيا غلطه. قالتها من نيتها، هبطت في المطار قالت لكم يا ناس يا الجزائر حمد ربي بلادنا شابه، بلادنا فيها طريطوار، فيها كلش. قالت لك هنايا يعني تشتغل في العصر الحجري. هذا مثال. واش من الفتنه اللي دارتها؟ روحوا شوفوا لي ريبورتاج على البلدان الفقيره، لي ريبورتاج عالميين دي ريبورتاج قنوات تلفزيونيه من اكبر القنوات التلفزيونيه في العالم، تروح البلدان وتصور وتقول لك بلدان فقيره بالعناوين تاعها. في بلدان فقيره يصور لك الدبان، الدراري صغار هكذا الدبان داير بهم. على هادو داروا فتنه ثاني. تقول لا في انفسكم خوتي، ما تتبعوش الخروط خوتي، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.